النهاردة كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر بيقول إن السلطات القطرية منعت طائرة المنتخب الألماني من الدخول في مطار الدوحة. طيب إيه سبب الرفض؟ قالوا إن الطائرة الألمانية كانت بتحمل صورا للشواذ، أو بتحمل لوجو للشواذ أو مثلي الجنس. طيب إيه حقيقة الخبر ده؟ حقيقة الخبر ده إن منذ إعلان قطر استعداداتها لتنظيم كأس العالم، كان في حملات موسعة من بعض الدول الغربية اللي أدانت قطر. ليه سبب الإدانة؟ سبب الإدانة كان لرفضها التعامل مع الشواذ. قالوا إن قطر كده اللي بتعمله دي خطوة منافية لحقوق الإنسان. ازاي ترفض ان هي تتعامل مع مثلي الجنس، وان دي من ضمن حقوق الانسان؟ بينما قطر قالت ان هي متمسكة بعادات وتقاليد مجتمعها. العادات والتقاليد دي نابعة من الدين الاسلامي، اللي هو بيرفض الشواذ وبيرفض اي علاقات مثلية. أمير قطر تميم بن حمد قال إن بلاده بترحب بكافة المشجعين في كأس العالم لكرة القدم، لكنه في نفس الوقت طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري. ومن هنا حصل كلام كتير عن قصة المثليين، واحتج عشرات المثليين أمام السفارة القطرية في لندن بما أسموه منح المثليين لحقوقهم في المونديال. طيب ايه حقيقة خبر النهاردة ان قطر منعت طائرة المنتخب الألماني من الدخول، وان الطائرة رجعت لسلطنة عمان واستبدلوها بطائرة تانية ورجعوا؟ طبعا الكلام دوت الخبر غير صحيح بالمرة، لأن ببساطة المنتخب الألماني وصل من يومين، وصل يوم الخميس لقطر، والبعثة استقرت في قطر ومفيش أي مشاكل، والخبر عاري تماما من الصحة.